قصة أحمد فتوح باختصار شديد. طلع كلام على السوشيال ميديا وصفحات على الفيسبوك بأن أحمد في مشكلة مع أحمد فتوح وترك معسكر نادي الزمالك، واللاعب في مشكلة معاه ومع الإدارة. طبعا خرج الكابتن عبد الناصر محمد ونفى هذا الكلام وقال مفيش أي الكلام ده نهائي، وإن هو اللاعب مستأذن منه لمرض عمه. طبعا بعدها الكلام ده كله أمس، بعدها بساعات قليلة انتشرت صور وفيديو لأحمد فتوح هو وإمام عاشور فين؟ في حفلة الفنان راغب علامة بالساحل الشمالي. أحمد فتوح بيرقص بقى ومبسوطين هو وإمام عاشور. على طول طبعا نادي الزمالك كان مدي قرارات سريعة وقرارات حازمة وقرارات مهمة وقرارات آه، كان لابد منها، لأن الموضوع كان زائد عن الحد. غرامة 1,000,000 جنيه على اللاعب أحمد فتوح، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق. طيب هنشوف بقى أحمد فتوح. الموضوع ده مش أول مرة. أحمد فتوح لاعب دايما عنده أزمات مع نادي الزمالك، حتى في المجلس اللي فات مع المستشار مرتضى منصور برضو كان نفس الكلام في أحد اللقاءات، والمستشار مرتضى منصور لمح ان اللاعب يعني كانت لها علاقه بقصه ان اللاعب يعني كان المفروض يلعب مباراه، والراجل اللاعب ما لعبش وخد بعضه ومشي. وكان عرفنا ان كان فيه هيبقى تحليل المنشطات والكلام ده كله، وكان فيه تلميحات من رئيس نادي الزمالك السابق بقصه عن احمد فتوح لها علاقه بالمنشطات. ربنا نجاه منها والموضوع مشي. احمد فتوح بعد كده وقع في ازمه تانية برضه، تقريبا كان جاي من الساحل الشمالي او حاجه، وقصه امين الشرطه الله يرحمه اللي احنا عرفناه. وكانت حياته كلها هتنتهي لولا ان هو دفع مبالغ كبيره جدا ودفع الدية زي ما بيقولوا لاسره المتوفي، والموضوع خلص خلاص. المفروض انت احمد بقى خلاص ترجع بقى تلتزم وتنضبط والكلام ده كله. لا، للاسف مفيش الكلام ده كله. ضحك على اداره نادي الزمالك، راح قال لهم ان انا عمي تعبان، ويقال كمان ان هو استأذنهم في مبلغ او خد منهم زي كده سلفة حوالي 500 ألف جنيه، وطلع على الساحل الشمالي وعشان يروح يسمع ويسلطن مع النجم راغب علامة. موقف مهم جدا من إدارة نادي الزمالك، موقف الغرامة الكبيرة على أحمد فتوح. بعض الكلام بقى في السوشيال ميديا إن هيتم عرض أحمد فتوح للبيع. أنا وجهة نظري الكلام ده هيبقى صعب شوية، لأن الموضوع يعني هيبقى ليه علاقة بتعاقد أحمد فتوح ونادي الزمالك وأمور مالية، ونادي الزمالك هيعوز يسوي هذه الأمور المالية مع اللاعب. وأعتقد يعني نادي الزمالك حاليا في غنى إن هو عايز يبعد عن الجزئية المالية ليه؟ الأزمة المالية اللي موجودة طبعا كلنا عارفين إن هي موجودة في نادي الزمالك. لكن السؤال هنا إزاي أنت كلاعب كرة قدم يحصل للمواقف دي كلها معاك؟ المفروض ان انت تتعظ، المفروض ان انت يعني ربنا رجعك تاني، انت رجعت للحياة تاني. انت راجل كنت هتدخل السجن و قصة ملهاش لازمة نتكلم فيها، وربنا نجاك ورجعت تلعب كورة مرة تانية. فكان لازم ان اللاعب احمد فتوح يعني ياخد باله من الكلام ده كله. وعايز اقول حاجة برضو، امام عاشور نفس الكلام. امام عاشور صحيح موقفه مغاير تماما عن احمد فتوح. امام عاشور راح الاختبارات البدنية والقياسات والكلام ده كله مع النادي الاهلي، ولكن لسه عشان امام عاشور مصاب فهو مستبعد من معسكر النادي الاهلي. ويعني حتة ان هو يروح هنا او هنا هيبقى الموضوع بقى بالنسبة له سهل شوية، لان هو يعتبر مازال في اجازة. ولكن برضو المكان وسهر ومشروبات وكلام من ده كله. يعني لاعب كرة القدم لابد ان هو يكون منضبط، وده لكل الناس وكل اللعيبة. لاعب كرة القدم عشان يدي في الملعب لابد ان هو يكون منضبط خارج الملعب. استحالة تلاقي اللاعب الاستمرارية ان هو يكون غير منضبط خارج الملعب، وان هو يديك في الملعب حتى لو اداك موسم او اتنين. استحالة. قصة الاستمرارية شفنا اللعيبة الكبار عندنا، شفنا ابو تريكة، وائل جمعة في النادي الاهلي، الكابتن احمد حسن في المنتخب المصري. لعيبة كبيرة جدا كانت منضبطة داخل الملعب وخارج. اتمنى ان الازمة تنتهي على خير مع احمد فتوح ويفوق لنفسه ويرجع مرة تانية احمد فتوح اللي احنا نعرفه.